مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم من جديد. شفنا النهارده الفيديو الخاص بالجنود المختطفين، وزي ما شفتوا في الانترو في المقدمه احنا يعني حاولنا نغطي الموضوع على قدر المستطاع عن طريق الاتصال باكثر من حد، ولكن يبقى السؤال حكايه جنود يختطفوا. يعني احنا المفروض كان قدامنا في النهارده موضوعات كتير جدا عايزين نفتحها، ولكن عندما يحدث حادث جلل زي ده ومفيش تصرف ومفيش حد بيتحرك، يعني اخر تصرف كان اجتماع دكتور مرسي مع مجموعه من الاحزاب. لابد نحلل الموضوع. معنا النهارده دكتور جمال سلامه، استاذ ورئيس قسم العلوم السياسيه بجامعه السويس، دكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهره، واللواء ممدوح عطيه عضو المجالس القوميه المتخصصه. حضراتكم اكيد شفتوا الفيديو. للاسف. طيب نبتدي سياده اللواء، تعليق حضرتك على هذا الفيديو. والله تعليقي انا عاوز اقول كلمه اختطاف جنود صعبه قوي، هي مش صح. اختطاف ناس كانوا راكبين وسائل نقل نازلين اجازات بالظبط، يعني يبقى فيها مغالطه ان انا اقول اختطاف جنود. اختطاف جنود لو كانوا اختطفوا من مواقعهم، لا ده اختطفوا هم مروحين في اجازات. ايوه من وسائل دي واحده فن اكمل بس. اتفضل. من وسائل نقل عاديه خلاص. دي نمره واحد. نمره اتنين هو الخلل الامني. احنا قلنا التعمير والامن وجهان لعمله واحده. ما فيش حد عاوز يعمر، احنا ما فيش حد تعمير. ورئيس الوزراء السابق الاستاذ عصام شرف على ما اعتقد الاسبق لما قال لك الثلاث لاءات وهنعمر، لا دلوقتي ساده الخلل الامني جوه شبه جزيره سيناء اللي هي المفروض هي يعني هي بوابه مصر الشرقيه واللي بتحمي مصر وجمهوريه مصر العربيه، بتمثل امن قومي لمصر. فاختطاف الجماعه دول انا بعتبر هو حادث جنائي، بس انا مش عارف هو اتكبر لدرجه بيتم تكبيره بطريقه غريبه، وكأن الجيش والشرطه اثرت في هذا. ولكن انا بعتقد ان الموضوع ليه اعماق تانية وليه ابعاد تانية كثيره. ارجو ان احنا نكون على ثقه ان القوات المسلحه المصريه قادره على استعاده هؤلاء الناس، وهي تعلم مسارب ومداخل. حضرتك بتقول ابعاد تانية، ايه هي؟ احنا معايا ناس اساتذه هيردوا، بس عشان خاطر نخلص من هو انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. انا بقول ان الجماعه دول المختطفين حادثه بتحصل في اي مكان. طيب. بس الجيش قادر على استرداده، وايضا الشرطه. يعني وحضرتك شايف انه بالصدفه ان كل اللي اختطفوا السته او السبعه اللي اختطفوا هم سبعه يبقوا جنود؟ ما اكيد العربيه كان فيها ناس تانية مش جنود. ما هو شافوا الكرنيهات زي العراق بالظبط. ما هي امريكا خربتها وقعدت على تلها. طيب. خربتها وقعدت على تلها. زي ما بيجرى في العراق القتل بالهويه، وهنا الخطف بالهويه برضه. ما هذه صناعه امريكيه ما يجرى. طيب تعليق حضرتك على الفيديو، وكيف ترى ما حدث؟ طبعا هذا هو نتاج لغرس زرعته جماعات تجرأت على القانون، تجرأت على الدولة، على جميع مؤسسات الدولة، تجرأت على أهم مؤسسة في الدولة اللي هي المؤسسة العسكرية، القوات المسلحة. وكان هناك محاولة من قبل جماعات تخريبية للاعتداء على مبنى وزارة الدفاع، وكان يلقى تشجيعا أو صمتا أو تأييدا من قبل جماعات عبثية الآن تحكم الدولة. كان هناك تجارب، يعني انظري إلى حجة الخاطفين، هؤلاء المجرمين الخاطفين. يعني بيقولوا إن إحنا عندنا بعض الناس محكومين عليها بالإعدام، وهذه أحكام ظالمة. يعني بمعنى أنه أيضا يرفض أحكام القضاء، فبالتالي أيضا هو وجد قدوة. يعني حينما جاء الدكتور مرسي إلى سدة الحكم وقال أنني سوف أعيد مجلس الشعب، كان لي تصريح في كثير وسائل الإعلام نشرته أن هذا نذير شؤم على مصر بالفعل.
أن تفتئت على سلطة العدالة، حتى لو كان هذه الأحكام لا تعجبك، فبالتالي عليك أن تحترم وتضرب القدوة والمثل. فبالتالي نحن أمام بالفعل يعني جماعات إجرامية، هذه الجماعات أيضا بتقلد أو لها أسوة سيئة بتتبعها أو بتهتدي بهديها أو بظلامها. يعني القضية في سيناء هي قضية بالفعل، يعني القضية هي قضية يعني ليست قضية وليدة هذه اللحظة، لكن هناك بالفعل أبعاد دولية لهذه الأزمة. علينا أن نعترف بالفعل أن هناك أن سيناء هي منطقة أزمات للدولة المصرية. هناك غياب للدولة المصرية بصفة حقيقية لبسط مظاهر السيادة على سيناء. قد يكون بالطبع في استطاعة القوات المسلحة، وأنا أثق وأثني على كلام سعادة اللواء على قدرة استعادة أبنائه والنشر، لكن في النهاية نحن أمام حالات يمكن تكرارها حتى وإن تم الإفراج عن هؤلاء. لماذا أقول أننا يمكن تكرارها؟ هذا ليس افتئاتا أو تشكيكا في قدرة القوات المسلحة أو قدرة أجهزة الشرطة، لا، لكن لأنك بموجب اتفاقية معينة لا تستطيع أن تنشر قواتك في مناطق معينة. يعني على سبيل المثال المنطقة جيم زي منطقة لا تدخلها القوات المسلحة، هي منطقة للشرطة المدنية، فبالتالي إذا كان هؤلاء المجرمين موجودين في المنطقة جيم، فبالتالي لا بديل إلا الاستعانة أو تقوية دور الشرطة الذي بالفعل هو أيضا تم الافتئات عليه وتم توجيه يعني تفزيعه بتهمة أو أنه جهاز فاسد، ثم بعد ذلك محاولة لاستئناسه أو لجعله يخدم فئة أو فصيل معين، وهذا ما حدث بالفعل. الشرطة الآن معنية بأمن هذه الجماعات أكثر من أمن المواطن وأمن الوطن، وهذا بالفعل يعني للأسف أقول. مسألة أيضا ضيف إلى ذلك مسألة وجود الأنفاق، هو بيعمق الأزمة. وجود الأنفاق التي يستطيع من خلالها المهربين أو المجرمين الانتقال من مكان إلى مكان آخر أو تخزين سلاح أو تهريب أسلحة، هذا أيضا يعمق الأزمة. فلذلك أقول أن هذه الأزمة قابلة للتكرار. نحن بصدد جنود قتلوا، 16 جندي قتل ولم يتم الآن الكشف عن المجرمين قاتليهم. نحن بصدد أيضا ضباط اختطفوا وما زالوا، والبعض يتحدث أنهم في قطاع أو غير، لا أعلم، لكن في هناك ضباط ومختطفين ضباط شرطة. صحيح. هناك سائحين تم أيضا خطفهم وتم الإفراج عنهم نتيجة لمبادلات أو لموائمات. أنا بالفعل يعني أستطيع أقول أننا بصدد منطقة أزمات. سيناء هي منطقة أزمات للدولة المصرية. طيب ست لواء، هيك عندك تعليق كتير على ما قيل، وأيضا كان في معلومات اتقالت إنه كان في عملية المفروض إنها كانت هتحصل من يومين. تم القبض على لا كان في عملية المفروض لتحرير الجنود المختطفين. أيوة. المفروض كانت هتكون ما بين الجيش والشرطة، وإن مؤسسة الرئاسة ألغت هذه العملية. أنا عايز أقول لحضرتك، أنا بقول بمنتهى الوضوح، القوات المسلحة بمفردها أو بمشاركة جهاز الشرطة قادرة على استردادهم وسلام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين بإذن الله تعالى، عاوز أؤكد على الآتي. منذ بداية الثورة كانت سيناء بنعتبرها بوابة الأمن والأمان لمصر. للأسف مش عارف انقلبت ليه. أنا في جلسات تلفزيونية هنا في مدينة الإعلام العظيمة دي، كان معي بعض وشاركوا معايا في نفس الحلقة مشايخ من عواقل ورؤساء القبائل في سيناء، وكان بعضهم بمنتهى البساطة كده، يعني ايه ابني واخد مؤبد ما يتسابش ليه؟ يعني ايه مهرب؟ يعني كانوا مستسهلين العملية لأن الثورة كان نتاجها انهم فكروا الفكر ده. يعني ايه ابني أجرم وقتل أو هرب مخدرات أو سلاح؟ ما دام في ثوره يبقى لازم نطلع. يبقى لازم يطلع. أيوة. دي كان فكرهم يا جماعه، لازم تفهموا. لا مش بس هم، حضرتك ناسي ايام 28 و29 يناير اما كان في المظاهرات بتوع اهالي كل المساجين. في نقطه ثانيه قال لك، ويعني ايه انتوا تنتظروا ايه من شاب عاطل؟ انتوا مش راضيين تشغلوه في المنشآت السياحيه اسوه بالشاب المصري وتقولوا بتاع سينا؟ لا. يعني ايه ما تشغلوش؟ طب العاطل ده لو هرب سلاح ومخدرات وقتل،
لا، الاول خطا والثاني خطا. يعني انا يعني كلاهما خطا، انه ما يشتغلش خطا، وانه حلا للمشكله يهرب ده خطا. بوضح قدام حضرتك وانت اعلاميه عظيمه، انا بقول لك اهو ده كان في بدايه الثوره، وده كان نتاج استغلوا الثوره في هذا، وده خطا. وانقلبت بوابه مصر لتكون امن وامان لمصر الى مخاطر زي ما قال معالي الدكتور جمال. طيب دكتور كبيش، ليه سيناء بقت كده؟ ليه أصبحت مرتعا يعني للجهاديين بهذا القدر اللي ما كناش نسمع عنه قبل 25 يناير؟ لأنها ببساطة شديدة مفتوحة على الخارج وعلى قطاع أو على منطقة فيها من ما طول عمرها جدا مفتوح. لا والأنفاق موجودة من أيام النظام قد السابق. يكون هناك، ولذلك أنا لا أدري الحقيقة. يعني برضو أنا بطرح التساؤل اللي حضرتك بتطرحيه. الأنفاق دي معروفة إن هي مصدر خطر ومصدر لعدم الأمان ولكي يخترقها الكثيرون الذين يقيمون الخلل اللي حاصل في سيناء بالكامل. لماذا لم تغلق هذه الأنفاق أخذا في الاعتبار؟ برضو السؤال تالي، هل ليس في إمكان مصر وقواتها المسلحة أن تغلقها؟ لا، أنا أعتقد أنه في إمكانها. لا طبعا. ولكن لابد وأن هناك، لابد، مفيش حل آخر، لابد وأن هناك قرار سياسي وليس قرار القوات المسلحة بعدم التعامل مع هذه الأنفاق. ليه بقى؟ ليه؟ الله أعلم. يعني أقل تقدير أنه ربما يعني المبرر الظاهر تعاطفا مع إخواننا الفلسطينيين، وحتى تقدم إليهم ما يمكن أن يعني يسهل الحياة بعد مرحلة الحصار إلى آخره. هذا هو المعلن أعتقد أو الذي يقال به. لكن هناك أمر أهم وأخطر من ذلك، ولا أعتقد أن إخواننا الفلسطينيين يمكنهم أن يتسامحوا فيه، اللي هم المخلصين للوطن والقومية العربية، هو انتهاك سيادة الدولة، سيادة مصر. يعني إذا كان، ما هو دايما الضرر الأخف بيدفع بالضرر الأشد. طالما في انهيار لسيادة مصر وأمن مصر في هذه المنطقة، فلا معلش هم يستحملوا. فمن السهل جدا أن تغلق الأنفاق. والقوات المسلحة قادرة زي ما تفضل سيادة اللواء، زي ما تفضل الدكتور جمال، قادرة على أن تقيم أو يعني تقوم بعمل في هذا الأمر، عمل حاسم وناجز. لكن إيه اللي موقفها؟ هو ده التسلل. لابد وأن هناك قرار سياسي، أنا في تقديري المتواضع، يمنع ذلك. فهي دي الخطورة. وهل هذا سيستمر دوما ولا لا؟ لكن ده بيرتبط زي ما أنا قلت بعملية انهيار أمني كامل في مصر. انهيار الأمن يمكن أقل وطأة شوية في المناطق الأخرى مقارنة بسيناء، لظروف سيناء واتساع رقعتها وعدم وجود قوات مسلحة. طب ما هو إسرائيل سمحت في البداية يا دكتور جمال بأنه تتقدم قوات الجيش لما حصل أنه في ادعت إسرائيل أنه تم الاعتداء عليه، فسمحت لبعض قوات الجيش بأن تتقدم إلى المنطقة. بتواجد بصفة دائمة. لكن دلوقتي مش هتسمح حتى لو سمحت هتسمح للقيام بعملية ثم العودة مرة أخرى. فبالتالي نحن بصدد حالات ستتكرر طالما كان هناك عدم تواجد قوات مسلحة في هذه المنطقة الأكثر بالفعل أكثر سخونة هي المنطقة جيم. هي سمحت ولا توجد قوات مسلحة في المنطقة جيم حينما ظنت أن أمنها هو يتهدد. لكن حينما يتعلق الأمر بالأمن المصري فهذا الأمر، وكان في كلام في بداية الثورة أنه ليس هناك ما يمنع من إعادة ترتيب الاتفاقيات الخاصة بالتواجد. صحيح. القوات المسلحة في سيناء، ما اعرفش اختفت ليه. يعني هذا الحديث توقف في بداية ما بعد الثورة لما حصل خشية من انفلات أو أمني داخل سيناء. كانت إسرائيل نفسها صرحت بأنه ليس هناك ما يمنع من إعادة النظر في تواجد القوات وأعدادها والمناطق المحظور فيها تواجد قوات مسلحة. الكلام ده قيل. إيه اللي خلى هذا الأمر يتوقف بعد ذلك؟ دي مسألة يعني في غاية طب حضرتك قلت أكتر من مرة انهيار أمني. طيب ألم نوعد بالمجتمع كله؟ بالظبط. ألم نوعد بأنه بعد 100 يوم سوف يختفي؟ لا، احنا وعدنا بأشياء كثيرة. احنا وعدنا بأشياء ونوعد اليوم بأشياء كثيرة جدا، من ضمن يعني الرخاء قادم والناس هتعيش في رفاهية تفوق رفاهية السويد والدول الأوروبية. يعني الكلام ده سهل، يعني مفيش مشكلة. هو الكلام بيتباع ولا
يدفع فيه حاجه يعني؟ لا طيب الكلام بفلوس ببلاش. طيب دكتور جمال، النهارده يعني دعا الدكتور مرسي او مؤسسه الرئاسه دعوا الأحزاب الإسلامية بشكل أساسي، يعني حتى لم تدعى جبهة الإنقاذ، لا وكمان من ناحية تانية جبهة الإنقاذ وكل الأحزاب التانية المفروض ليبرالية ما طلعتش بتصريح حتى تنديد باللي حصل. يعني أنا مستغربة موقف مؤسسة الرئاسة من إنها تدعو هذه الأحزاب فقط، وموقف الأحزاب المعارضة أو المفروض إن هي جبهة الإنقاذ من إنها ما كانش ليها موقف واضح من عملية اختطاف الجنود. كيف ترى هذا من الناحية السياسية؟ يعني أنا بالنسبة لدعوة الدكتور لبعض القوى السياسية للتشاور أو للحوار بشأن، طبعا يعني أنا لا أرجو بالفعل أن ألا تستغل هذه الكارثة. نحن بصدد أزمة أو أسميها كارثة. يعني بالفعل هي أنا أختلف مع لأول مرة طبعا أنا أكن احترام عظيم الاحترام ل أستاذي سعادة اللواء الدكتور ممدوح عطية، لكن هي بالفعل تؤثر على مكانة مصر وعلى سمعة مصر ومن يريد أن يستثمر في مصر. ويعني بالفعل أنت تتحدث عن مشروع تسميه بإقليم القناة وتعمير سيناء وكل هذه الأمور، ولا تستطيع أن تحفظ الأمن حتى لبعض الجنود. يعني أنا يعني سأكون متحفظا في كلماتي حتى لا أثير عتاب ولوم أستاذنا الأستاذ الدكتور ممدوح عطية، لأن أنا أكون لهذا الرجل الوطني حب واحترام خاص يعني. لكن في نهاية الأمر يعني أنت يعني توظف هذا لخدمة أغراض حزبية أو هذا أمر لا يليق حتى بمقام رئاسة الدولة. أنا أتفهم، هل نحن بصدد مشكلة أم بأزمة؟ يعني نحن بصدد أزمة. الأزمة تحتاج فريق للتعامل مع الأزمة. هذا الفريق هو بالقطع فريق أمني، قد يكون بعضه من بعض سياسي، بعض علماء الاجتماع، كل هذه الأمور، لكن في نطاق. أنا أتفهم أن تستعين الرئاسة بأصحاب الخبرات السابقة من لهم خبرات في التعامل مع مثل هذه المواقف، سواء على المستوى القبائلي أو على المستوى الأمني أو على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي. لكن أن يتم هذا شو إعلامي، مجرد توظيف هذا لعمل شو إعلامي بأننا نتشاور، وأننا تتشاور مع من؟ ما خبرة هؤلاء؟ إلا إذا كان هؤلاء لهم امتدادات مع هذه الجماعات التكفيرية، وهذه لهم خبرة في يعني أصدقاء أو كل هذا الأمر. لكن أنا يعني أرجو ألا توظف هذه، يعني سعادة اللواء حذر من توظيف هذا للنيل من مكانة القوات المسلحة. أنا أيضا أحذر من أن توظف هذا لمحاولة جني أو اقتطاف ثمار لن تستطيع أن تجنيها. ما حدث الآن نحن بالفعل يؤثر على مكانة مصر، وأنا أقول وأؤكد هذا. أي استثمارات سواء كانت في قطاعات القناة أو في قطاعات سيناء بالفعل سوف تتأثر. يعني إذا كنت تتعامل مع مشكلة فادعو ما شئت. إذا كنت تتعامل أو على يقين بأنك في أزمة، يجب أن يقتصر هذا على فريق أزمة، وأن يكون رئيس الجمهورية بالفعل على رأس هذا الفريق، لأنه سيتحمل القرار السياسي. لأن التدخل الأمني قد يكون له كلفة إقليمية وكلفة سياسية وكلفة اجتماعية وكلفة أمنية أيضا. فبالتالي أنا أعذر هذا الرجل، وأنا أقدر أنه بالفعل أيضا هو في مأزق، لكن عليه بالفعل هو أن يدرك أنه في مأزق وأنه في أزمة، يتعامل في أزمة. لا يعني لا نريد أن نفكر له، نحن نفكر لمصر، لكن عليها أن يدرك أنه في أزمة لا تحتاج هذا، ليس فيها هذا الهامش من المناورة أو المراوغة أو عمل يعني استعراض إعلامي أو حزب. طيب دلوقتي أستاذ محمد الشهاوي ممثل مصر القوية طلع وقال إنه الدكتور مرسي قال إنه هذه العملية ليس لها بعد سياسي، هي مجرد عملية لها بعد أمني جنائي. يعني تقصدي حضرتك؟ هو قال أمني. هو دائما دي تصريحات بتستبق الفحص الحقيقي والدراسة الحقيقية للحالة. يعني كما يحدث دائما بناء على اي معلومات. ده هم مش عارفين مين كان لسه لغايه الان كله في تضارب، بيقول احنا مش عارفين مين اللي لم تعلن جهه معينه حتى الان مسؤوليتها. وحتى تعامل القوات المسلحه يحتاج يعني تدخل القوات المسلحه، وانا اثق بالفعل قدره القوات المسلحه اذا تدخل يحتاج قرار سياسي.
القضية يجب أن نتفهم بالفعل القوات المسلحة هي أهم مؤسسة تنفيذية، لكن في النهاية هي مؤسسة تخضع لإرادة سياسية، ورئيس الدولة هو الذي يتحمل القرار في نهاية الأمر، سواء كان هذا القرار صائبا أم خاطئا. فبالتالي عليه بالفعل أن يدرس هذا القرار، لكن في وقت ناجز. قرار الأزمة تحتاج إلى قرار ناجز حاسم وسريع. طب ست لواء، أي الحلين أفضل في هذه المرحلة، التفاوض أم عملية عسكرية؟ الاثنين معا. الاستعداد، خلي بال حضرتك، على قدم وساق على مدار اليوم وعلى مدار الساعة قوات مسلحة ستاند باي وجاهزة لعمل عسكري عندما يطلب أو يوكل إليها هذا العمل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا ببتدي يعني تتجمع الخيوط أمامنا من هو وراء هذا، وطبعا ما خفي كان أعظم. بس المشكلة والمصيبة الكبرى زي ما تفضل معالي الأستاذ الدكتور جمال وقال، دي كارثة، دي أزمة، مش مشكلة عادية، لا دي أزمة، وأزمة كبيرة. إسرائيل سعيدة جدا بيها تحت مباركة ماما أمريكا. خلي بال حضرتك، لهدف مش بس هدف خلل أمني، تعطيل التنمية. خلي بال حضرتك إن مصر دي شبه جزيرة سيناء تغني مصر. رمالها أحلى كريستال في العالم وأغلى كريستال في العالم. أيوه. فيها الرمال البيضاء والرمال وفيها 22 منجم ذهب، منهم واحد شغال بدأ يشتغل. يعني عاوز أقول خيرات الله ممكن تقومنا على رجلينا، ولكن لا يراد لمصر. خلي بال حضرتك، كل ما تزيد التحديات بتوريكي قيمة مصر اللي هي دايما محور الدنيا. ولا بد ان العدو الصهيوني ومن وراءه امريكا تدعمه لتعطيل التنمية. ومن اكثر عامل من عوامل تعطيل التنمية الخلل الامني واذكاء الخلل الامني طبعا، وان يستمروا حتى قيام الساعة. طب بس حضرتك تعتقد اي السيناريوهين اقرب للحدوث؟ الاثنين واردين، لان احنا عندنا القوات المسلحه على فكره، عشان تبقي حضرتك مطمئنه، ما بتنامش. القوات المسلحه على مدار 24 ساعه، كل حاجه في اي حته في محافظه، حتى مش بس سيناء باعتبارها المحور الشمالي الشرقي اللي متاخم للعدو الاسرائيلي بس، لا القوات المسلحه ما بتنامش. السيناريو العسكري قائم وجاهز للتنفيذ باشاره صغيره. قاده الجيوش بسم الله ما شاء الله من الرجال الأشداء، السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد رئيس أركان حرب، كل دول جاهزين على مدار ال 24 ساعة للتنفيذ لهذا العمل. وده قائم هذا العمل، بس ده طبعا أكيد هيعوز قرار. طبعا قرار سياسي. طب دكتور، هل تعتقد ان اللي حاصل هو صراع بين الإخوان والجيش زي ما بيقال او ما بيستشعر؟ لا، أنا هرد طبعا على السؤال. هو القضية الموضوع ليه أكثر من بعد. يعني بمنطق البحث عن المستفيد يجب أن يتم بحث كل الاحتمالات. يعني لكن احنا قلنا الموضوع ليه أبعاد متشابكة. احنا بنتحدث عن انفلات أمني من قبل بعض، حتى من قبل بعض أبناء سيناء نفسهم. يعني نحن نتحدث عن مجتمع ليس كله صالحا وليس كله طالحا، هناك الصالح وهناك الطالح. نتحدث عن جماعات تكفيرية موجودة في سيناء، نتحدث عن دول لها مصلحة في تخريب ما يحدث في سيناء حتى تكون سيناء منطقة توتر، منطقة ولا يضرها بعد ذلك حتى إن أطلق عليها مجموعة من الصواريخ من سيناء. ثم بعد ذلك تدخل سيناء بحجة ضبط الأمن أو بحجة هذا الأمر، أو تستقطع سيناء. هذه مخططات، أو على الأقل ترحيل أهالي غزة إلى سيناء. هذه كلها أمور. أما فيما يتعلق بالصراع بين الإخوان أو بين الجيش، قد يكون هذا أيضا بعد من أبعاد الأزمة. لماذا؟ لأن بالفعل يعني للأسف بنقول إن المعارضة المصرية هي في حالتها مشتتة، أو حالتها لا تستطيع بالفعل أن تشكل ضغطا حقيقيا على جماعة الإخوان أو على الحكم.
فبالتالي اتضح هذا أن بالفعل. فهي جماعة الإخوان بترى أنه لا يوجد على الساحة من يستطيع بالفعل أن يحبط مشروعها التمكيني إلا القوات المسلحة بشكل ما أو بآخر، أو هو الطرف المتربص، أو هو الطرف الذي يعتبره الناس أنه ذراع الأمة وأنه ذخر الأمة وأنه معون الأمة. فبالتالي هذا هو الخصم أو هذا هو الطرف المناوئ لفكرة التمكين كما كان مناوئا لفكرة التوريث. فبالتالي أظن أيضا أن مشروع، لكن هل هذا يعني تم بمؤامرة من الإخوان؟ أنا يعني أستبعد هذا نتيجة لوجود عوامل انفلات كثيرة في سيناء. يعني لا نستطيع بالفعل الجيش نفسه أو هناك الأجهزة المعنية حتى الآن لم تحدد من هو الطرف المسؤول مباشرة، لكن في ضوء ذلك، في ضوء كل بمنطق البحث عن المستفيد، وهذه يعني معلومة أو هذا المنطق يعني يعلمه جيدا سعادة اللي هو موضوع عطية، ويعلمه أيضا الدكتور محمود كبيش بصفته قانوني. فبالتالي يعني هناك أطراف مستفيدة كثيرا جدا مما يحدث. قد البعض يضيف لها جماعة الإخوان، ماشي، لا مانع، لكنها ليست هي السبب الأساسي، أو لا نستطيع بالفعل أن نحمل. يمكن أن نحملها مسؤولية الفشل في إدارة الدولة، مسؤولية عدم القدرة على التعامل، مسؤولية يعني نشر عوامل الفتنة والانقسام داخل المجتمع، وأنها بالفعل يعني لم تستثمر الفرصة الذهبية التي أخرجتها من الظلمات إلى النور، وفضلت أن تعيش في الظلمات مرة أخرى، وظلت تحكم بمنطق التنظيم السري حتى يومنا هذا يمكن أن نحملها. لكن منطق أنها هي الطرف المؤامر لكي تسقط، يعني أنا ليس عندي أدلة ولا أستطيع أن أجزم بذلك، لكن بمنطق البحث عن المستفيد كل هذه الاحتمالات قابلة للبحث وقابلة للطرح، لكن من يملك الحقيقة أو يملك الأدلة هو الذي يستطيع أن يوجه الاتهام لهذه الجماعة. طيب ست اللواء، هل هناك أزمة بين الجيش وبين التيارات الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، ولا يعني بيصدر لينا هذا الأمر؟ حضرتك خدي كلامي ده ثقة. كظابط قديم جدا في الجيش، أنا من أقدم ضباط القوات المسلحة المتقاعدين، من أبطال حرب أكتوبر طبعا سعادة اللواء. وأنا في حرب أكتوبر كنت عقيد. عايز أقول لحضرتك الجيش لا يكن أي خصومة لأي إنسان على وجه الأرض. الجيش بيؤمن بالشرعية الدستورية. الجيش مؤسسة مغلقة لصالح الوطن. وزير الدفاع والإنتاج الحربي بنفسه كررها عدة مرات، وقال احنا خادمين لشعبنا. السيد رئيس أركان حرب القوات المسلحة نفس النمط، قادة الجيوش والمناطق، رجال القوات المسلحة. انت حضرتك لما تشوفي ضباط برتب من ملازم حتى رتبة اللواء بيذوبوا حبا في وطنهم. طبعا الجيش مش ممكن يدخل في خصومة. الجيش مؤسسة عظيمة جميلة وطنية بتحمي الوطن وتحمي الشرعية الدستورية. لا تدخل في خصومة مع حد، ولا ترغب بتاتا حتى ما يقال من قولة ارجعوا عشان خاطر ربنا ارجعوا لنا واعملوا الكلام ده، كلام خارج نطاق تفكيرنا قوات مسلحة. الكلام ده ممكن تسمعيه من ملازم وتسمعيه من أعلى رتبة في القوات المسلحة. احنا نرغب بس، وعشان حضرتك تصدقيني اقري الجرايد، اقري كويس الجرايد، كل يوم والتاني منورة بالذخيرة الحية. طبعا حاجة مشرفة طبعا. وعلى فكرة اللي بيحضروا من السياسيين وغيره ومجلس الشورى وغيره بينبهروا، ده بيتخضوا من حسن الأداء. والمناورات الأخيرة طبعا مع المملكة العربية السعودية وغيره وغيره وغيره، ده بيثبت لك حاجة، الجيش بيمضي في طريقه لحماية الوطن وبس. طيب الدكتور كبيش، هنا جايه لي رساله الحقيقه لازم نتوقف قدامها. مساء الخير مدام رولا، انتوا ليه مش واخدين بالكم من ساعه ما قامت حركه تمرد حصل اختطاف للجنود المصريه؟ مدام فايزه، هل هناك علاقه سياسيه تفتكر؟ لا اطلاقا. لا اعتقد. ما هو ده برضو القاء التهم على الغير. يعني محاوله ابعاد التهمه عن الذات. ولا اقصد التهمه برضه زي ما اتفضل الدكتور جمال انه في تآمر من الاخوان من اجل كذا، لا دي مسائل يعني اذا لم يقم الدليل عليها، واحنا اساتذه قانون فلا يمكن الحديث فيها. لكن القاء التهم لتبرير الفشل في اداره شؤون الدوله، هذا امر ظاهر للعيان. فيمكن بعد ذلك ان اقول تمرد ايه؟ ده مجموعه شباب ثائر يعبر عن رفضه بطريقه رمزيه.
تمام، زي مجموعه البلاك بلوك اللي هي بلاك بلوك اللي هم اللي يقول لك نصدر امر بالقبض عليهم. مجموعه شباب يعبرون بطريقه رمزيه عن رفضهم للوضع القائم، يعني للفشل اللي حصل. لكن هذا القاء تهم للتبرير، وطالما ان الانسان يعتصم بإلقاء التهم على الآخرين حينما يكون في يده الأمر وهو في يده سلطة إدارة البلاد ويكتفي بهذا، فهذا الحقيقة ليس يعني لا ينذر بخير يعني في اعتقادي على المدى القريب. طيب برضو هرجع للمعارضة، لماذا كان لها هذا الموقف؟ أي موقف؟ ما فيش موقف، إنه ما فيش موقف يعني في رأيك نحن تحليلك نتحدث عن معارضة عن قوى سياسية. لا هي عادة في أي حاجة تانية نعم. كانت بتطلع وبتتكلم وبيقعدوا وبيورونا أنا ما ممكن أقول لك ليه؟ ليه؟ لا اتفضل جاوب. ببساطة شديدة الناس ملت، حتى المعارضة لا بس الناس هتمل. ملت القضية من ليست قضية المناقشات سياسية، ما أنا عارف. دي قضية الناس وطن وقضية وجدت كرامة يعني وقضية ربما دولة. أحيانا الإنسان بيصل إلى حالة شعور بأنه الكلام حتى مجرد الإدانة لم يعد لها فائدة. لا القضية يعني ما أنا حدث في اليوم، اعتقادي يعني ده. هذا ما حدث اليوم من بث حتى فيلم هذا يعني لم يثر فقط السياسيين، ده فعلا أثار الإنسان العادي. ما هو يعني الإنسان بيكتر همه يعني العامل والجيران والأصدقاء اللي احنا بنشوفهم في الإنسان الشارع وصل بيقابلونا. للحال. ده في حالة من يعني الانكسار، يعني ما حدث هو اليوم اللي حضرتك هو بتقوله حالة من الانكسار، يعني هي يعني اضطرار. نحن الآن في حالة من الهزيمة النفسية. يعني هذا المشهد بالفعل هذا مشهد يعني يحزن. أنا أراه اضطرار للحزن في الداخل، يعني وصل بالحال بالإنسان المصري أنه يجتر حزنه داخليا ويكتئب ويزداد اكتئابه. أنا في تقديري لكن يعني اصل المعارضه حينما يعني يبدو انهم لم يستضافوا او لم استضيفوهم اساليهم عن موقفهم. يعني أنا بقول تحليلك لا انا شايف لا بالفعل لو اي موقفهم هيكون موقفنا او موقف حتى أكيد، أي بس وطن يطلعوا ينددوا يعني يدينوا، بس هما قالوها بشكل كده مش يعني ما فيهوش موقف قوي يعني الحقيقة، يعني الواحد كان متوقع موقف يعني أقوى. بالفعل يعني هذه جريمة. يعني مصر التي كانت تطارد الخارجين عن القانون في الدول الأخرى، يعني من الجيش المصري كان يطارد الحيثيين يبعدهم عن حدود فلسطين وسوريا، ثم بعد ذلك نصبح بصدد يعني خطف لبعض أبنائنا أو معاملتهم بهذه الهالة. طبعا أنا أشك في أن من يعني هذا من تحليلي البسيط، يعني من خطف هؤلاء بالفعل يعني هم مصريين من خلال هذا المشهد بالفعل، حتى وإن كانوا حاصلين على الجنسية المصرية أو يتمتعوا بالجنسية المصرية، لكن هذا المشهد لا يفعله مصري بمصر. هؤلاء هم مجرمون، هؤلاء بالفعل يجب بالفعل التعامل معهم بكل قوة وبكل حسم، حتى وإن كان هناك نوع من التفاوض أو كل هذه الأمور. لكن في النهاية أنا يعني لست في موقف من يعطي نصائح إلى مؤسساتنا الأمنية العظيمة وعلى رأسها القوات المسلحة، وأنا أدرك بالفعل أنها ستتخذ القرار المناسب حتى وإن كان يبدو للبعض بأنه نوع من الموائمة أو طيب. لكن في النهاية أنا على اعتقاد بالفعل أنها يعني ستتخذ القرار المناسب والقرار السليم. طيب البعض يشبه سيناء واللي بيحصل فيها بتورا بورا يعني نعم. ومصر بأنها ماشية ناحية النموذج الباكستاني. نعم أنا بالفعل يعني أخشى أن تتحول سيناء. هي سيناء منطقة أزمة لمصر منذ عشرات السنين حتى بعدما عادت إلى مصر. أخشى بالفعل أن يعني يقترب الوضع من سيناء مع تدفق الأسلحة ومع تدفق التنظيمات التكفيرية، والتي كثير منهم هم جاءوا من أقطار أخرى، أقطار أجنبية سواء كانت من آسيوية أو حتى من أقطار عربية، واستوطنوا في سيناء واتخذوا من الكهوف والمضاء. يعني أخشى أن تتحول سيناء إلى ما يشبه الوضع في دارفور أو ما يشبه. هذا إنذار يعني حتى وإن كان هذا يعني بعيد التحقق في الوقت الحالي، لكن مع ضعف وتآكل الدولة المصرية والافتئات على مؤسسات أو تقويض مؤسسات الدولة لا نستبعد أن
يعني نحاكي بعض النماذج الفاشله او بعض النماذج المخربه مثل دارفور او مثل جنوب السودان او كل هذه الاقاليم التي كان يعني بدات مثل هذا، بدات بعدم قدره الدوله على بسط سيطرتها على هذه الاراضي، ثم بعد ذلك تحولت الى مرتع لمنظمات اجنبيه او لتمويل او لامداد من منظمات اجنبيه. ولا نستبعد ايضا ان يكون لاسرائيل دور في نشر الفوضى والخراب في سيناء، حتى يعني تعطي ذريعه باننا يعني نهدد من قبل سيناء، فمن حقنا بالفعل ان يعني نفرض الامن في سيناء بطريقتنا، وهذا توطئه لفصل سيناء او كل هذه المشاريع التخريبيه. علينا بالفعل ان نكون حذرين على هذه الجماعات العبثيه التي ترفع شعارات دينيه او شعارات تكفيريه، ان تنتبه حتى وان كانت نواياها خالصة بالفعل، فهي جزء في هذا المخطط بطريق غير مباشر. لا أتحدث عن الجماعات التكفيرية الموجودة في سيناء، أتحدث عن الجماعات التكفيرية الموجودة في القاهرة، والتي بالفعل ترعى مثل هذا باسم الجهاد أو باسم كل هذه المصطلحات التي تثير غرائز أو مشاعر بعض البسطاء العقول، والتي بالفعل ستؤدي إلى تفكك وانهيار الدولة. هذه الجماعات التي لا تعرف قيمة الدولة ولا معنى الدولة ولا احترام للدولة ولا يعني في أي يوم من الأيام ضبطت متلبسة باحترام مؤسسة أو قيمة من قيم الوطنية. طب سيناريو إسرائيل، يعني أن تستغل ما يحدث في سيناء، وارد؟ وارد. بس هي عايز أقول لحضرتك أنا حاربت واستجوبت أسرى إسرائيليين بالظبط في السجون، كانوا 240 أسير في السجن الحرب المصري. لا يخشون إلا بأس الجند المصري، يرتعشوا منه. بعد معاهدة اتفاقية ثم معاهدة السلام، عايز أقول لحضرتك كان تلتين صواريخ إسرائيل موجهة للعمق المصري، والتلت الثالث احتياطي الاثنين الأولين. خدي دي كلام مصدق مني. هم يخشوا بأس ولا يودون مجابهة الجند المصري، دي نمرة واحدة. ولكن كما تفضل أستاذنا الفاضل دكتور جمال وكما اعترض الدكتور محمود كبيش الرجل المحترم وقال احنا بنعلق اخطائنا على الغير، لا، احنا استهدفنا منذ قيام ثورة 52 منذ 23 و 52 كل ما نمضي لتعمير سيناء ناخد خبط على دماغنا. بدأوا الغرب بمعركة 56 وثم 67 عدوان 67، ثم مضينا إلى حرب الاستنزاف، ثم ربنا نصرنا بحوله وقوته 73 في 73 صحيح، وقضينا إلى غير رجعة على أسطورة الجند الإسرائيلي. إسرائيل هدفها الأساسي تشيع الفوضى عشان يبقى لها ذريعة زي ما تفضل أستاذنا الدكتور وقال إن يبقى لها تواجد هادئ، أو تاخد شريحة، تاخد أي حتى خرطة من التورتاية. نمرة 2 تعطل التنمية. حضرتك كل رملة، أنا والله كل حباية رملة النهاردة اللي بتتباع دي تعمل أغلى كريستال في العالم، والرملة البيضاء والرملة السوداء وكل حتة رملة يا فيك يا سينا عمار لمصر. فهم مش عاوزين يمكنونا من دي، لأن إذا البلد هديت يبقى التنمية هتقوم. هم مش عاوزين. أنا برد على حاجة دلوقتي الحكومة يعني عملية تنمية متباطئة فيها السبب لضيق ذات اليد. ولكن أنا بدعو المستثمرين المصريين ومنهم ناس شرفاء كثيرين إنهم يساهموا في هذه التنمية في ضوء وجود شفافية وإصلاح القوانين بتاعة الاستثمار. أدعو المستثمرين العرب الجادين وأيضا الأجانب عندما يشعروا إن في شفافية وما عادش فيه الخلل والفساد المالي اللي كان موجود في العهد السابق، أنا بعتقد إن عملية التنمية هتمشي. طيب دي بعتبرها كلمة نهائية ولا عندك حضرتك إضافة عشان خاطر هناخد كلمات نهائية؟ لا، هو النهائي إن أنا عايز نبطل بقى. إحنا موضوع خطف الجنود متأسف في الكلمة مش عارف أقولها ولا لأ، مش هنخليها البانة ببقنا ليل ونهار. عاوزين نبص للمستقبل ونثق في قواتنا المسلحة إن شاء الله بإذن الله، ويعاونها الشرطة إنها قادرة على حل الموقف. كلمة نهائية يا دكتور. أنا عايز أقول بس حينما يبدأ القائمون على الأمر في التفكير في بناء الدولة الحقيقي
والابتعاد عن تدمير مؤسسات الدولة، في هذه الحالة يمكن أن تتحقق التنمية. وحينما تتحقق التنمية وتتحقق القوة الذاتية، في هذه الحالة لن يتمكن، كلام موجه لأستاذنا سيادة اللواء، لن يتمكن الغير أن يكون عاملا مؤثرا لدينا. فهي إحنا القادرين حينما يكون لدينا هدف وطني حقيقي واضح، ولا يقتصر الأمر على هدم المؤسسات لكي أقيم من نفسي بديلا، ولا أنتبه لا إلى اقتصاد ولا إلى أمن حقيقي ولا إلى سياسة حقيقية، وإنما كل ما أسعى إليه هو أن أتمكن من المكان. هذا هو الخطر الحقيقي. يعني إذا انتبه الناس إلى مصلحة الوطن في هذه الحالة، لا هقول أمريكا بتعمل ولا هقول إسرائيل بتعمل ولا بتتدخل، ولا لأنني قادر، ما هو طبيعي جدا أن يتدخلوا في شؤوننا طبعا. ولكن إذا كنا قادرين على بناء أنفسنا فلن يتمكن أحد من أن يخترقنا. صحيح. كلمة نهائية. الدولة المصرية دولة ضاربة في الجذور في القدم. قد نمر بلحظات مد وجزر، لكن بالطبع سوف يعني نجتاز هذه اللحظات الجزر ونستمر أو نمضي في لحظات المد. على من يحكم الآن أن يقرأ التاريخ جيدا، أن يذوب في هذا المجتمع. الحالة المصرية هي حالة جاهزة، من يريد أن يتعامل عليها أن يكون جزء منها النسيج، لا أن يكون خلية سرطانية داخل هذا النسيج سيلفظها الجسد المصري لا محالة. فبالتالي إذا أردتم الاستمرار فكونوا جزء من النسيج الوطني بكل مقوماته وبكل تنوعه وبكل سماته الحضارية. بشكركم شكرا جزيلا. وفي الآخر أنا عايز أختم برسالة الحقيقة واصلة من مشاهد، هو الحقيقة مش موقع، بيقول: جلس عمر بن الخطاب. في دلوقتي بيان صدر عن مؤسسة الرئاسة طب قولوا لي نص البيان، قولوا لي انه ايه الامر بالتعامل في سيناء. يعني صدر امر بالتعامل العسكري في سيناء الان. طبعا اقرا لكم الرساله اللي جايه لي دلوقتي. جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي بجوار بعير مريض، ينظر اليها ويقول: والله لا اعلم ما بك، واخشى ان يسالني الله عنك يوم القيامه. واللي باعت الرساله بيقول: الا يكون لشعب مصر حظ البعير من اهتمام عمر؟ وأين عمر؟ وأين عمر؟ أنا ما قلتش حاجة. أنا ما قلتش حاجة. أنا ما قلتش حاجة. أتحفظ عن هذا. ليس هناك عمر الآن ولن يكون. أين عمر؟ أين عمر؟ أشوفكم بكرة بإذن الله. إلى اللقاء.